لا تنسوا الإعجاب والاشتراك ورن الجرس يا حبايب ليصلكم كل جديد. الطازج وصل، الطازج وصل. العامل مراد وقح سأستبدل بداله 1000 موظف. قد تأخر الوقت، سأذهب إلى المنزل. قبل ما أذهب إلى المنزل سأقوم في مراجعة كشوفة الشركة. من الموظف معتز: أين كشوفات رواتب الموظفين تبع الشركة؟ يا سيد حسن، أفترض إني حطيت الكشوفات مع موظف مسؤول المالي، ولكن أعتذر يا سيدي حسن، لقد أقوم في إحضار ملفات الكشوفات من مسؤول المالي الصباح الباكر. إذا لم تقوم في إحضار الملفات غدا سأقوم بإحضار استقالتك بالخروج من الشركة. كيف خطر عن بالي حذف ملفات الكشوفات ورواتب الموظفين تبع الشركة، وإذا لم أحضر المطلوب قد يتم طردي، وأنا موظف مسكين وفقير وأريد أن أداوم في الشركة لأكل أولادي. يا موظف يوسف، أنت وظيفتك الاستعلامات عن الشركة. زميلك الموظف خالد وين؟ يا سيدي، إنني أعتذر من بدل زميلي خالد، إنه ذهب إلى الحمام. إنه يا سيدي قد حضر. يا خالد الموظف الكسلان، فأين أنت؟ إني أعتذر، إني كنت في الحمام، فما المطلوب؟ أريد منك يا يوسف أن تصدر البن اليمني إلى الدول الأخرى والعقيق اليمني. يا سيدي، لماذا يستوردون البن اليمني والعقيق والفضة؟ أنه البن اليمني مذاقه جميل جدا، والفضة اليمني منافس الذهب. حاضر يا سيدي، إنني الآن سأتوجه إلى الحاجات التي طلبتها إلى أسرع وقت ممكن. أين أنت يا عزيز؟ أنا موجود بالكافتيريا. كنت لبعض الأمور الشخصية خدمت يا سيدي. إنك عامل جديد وأريد منك أن لا تتأخر عن دوامك اليومية. اصعد إلى السيارة وقيدها إلى المنزل. من أين أنت يا عزيز؟ من المناطق اليمنية. وكم عمرك يا عزيز؟ أنا في سن 20. يحكي لي عن نكتة يا سائق. نكتة اليوم تقول: 4 صلع يتقاتلان على مشاب. يا حسونة، إني آتي إلى المنزل في أسرع وقت. جهزي لنا العشاء. حاضر يا حسن، لقد قدمت لك العشاء على طاولة الطعام، ولكن آتي في أسرع وقت قبل ما يبرد العشاء. إني حزين على الموظف مراد، وكنت كبير الغرور، ولكن ندمت على غروري. فوينك يا حسونة، إني أشم ريحة طعام طازج. إني حضرت لك طعام طازج مثل السلطة الحامية، البسباس الحيمي، والعصيد، والرز المضغوط، وكافي قهوة بعد الطعام من بن اليمن. وإن شاء الله قد يكون عجبك الطعام. وأشكرك على الأكلات الشعبية اليمنية.
من أين يأتي شم الحريق يا حسونة؟ إني لا أعلم، إني كنت بالحمام. قد احترق المطبخ. اتصل يا حسن بالإطفاء. سأقوم الآن بالاتصال على خالد. يا خالد تعال إلى المنزل، قد احترق المطبخ. يا حسونة توجهي إلى الغرفة وغيري ملابسك لنذهب إلى المستشفى. ماذا حصل في المطبخ؟ قد انفجرت أنبوبة الغاز وأدت إلى حرق المطبخ. اتصل في الإسعاف وظل في المنزل حتى نعود من المستشفى. يا خالد كيف حال هذه المشكلة يا رجل الإطفاء؟ 1 2 3. كيف حال هذه المشكلة يا رجل الإطفاء؟ حسنا يا سيدي، قد أقوم في معالجة المشكلة حالا. يا رجل الإطفاء، سأقوم الذهاب إلى المستشفى.